في عمارة هادية أعلى أطراف حي المعادي، في شقة دايماً فاضية، مش لأن محدش بيأجرها، لأ، لأن كل اللي سكنوا فيها اختفوا. في راجل اسمه عم فاروق بيشتغل بواب العمارة دي من 23 سنة. قال إن الشقة رقم 8 دايماً بتتأجر بسرعة، سعرها رخيص ومساحتها كبيرة، وكل الناس بتقول فرصة. بس مفيش حد كمل فيها أكتر من 3 أسابيع، وبعدها ولا بيخرجوا ولا بيردوا ولا بيتشافوا تاني. وأغرب حاجة إن الباب عمره ما اتكسر ولا اتفتح بالقوة، والناس دي ببساطة بتختفي. من كام شهر جه شاب اسمه ياسين مهندس، شاف الإعلان وعجبته الشقة. حتى لما عم فاروق حذره قال له: أنا مش بؤمن بالخرافات، واللي بيخاف ما يسكنش لوحده أصلا. دخل الشقة أول أسبوع عادي، تاني أسبوع بدأ يلاحظ حاجات غريبة. الساعة 3:17 كل يوم الصبح يسمع صوت خطوات بتمشي في الصالة، وباب المطبخ بيتفتح لوحده، بس لما يروح يبص مفيش حد. ياسين جاب كاميرا وركبها في الريسبشن وقال: لو في حاجة هشوفها على الفيديو. أول يوم مفيش حاجة، تاني يوم الكاميرا وقفت تسجل لوحدها الساعة 3:17 بالظبط، وتشتغل تاني 3:19. وفي اللحظتين دول سمع من السماعة: هات المفتاح، لازم نخرج، احنا اتأخرنا كتير. تالت يوم الساعة 3:17 الأنوار كلها نورت مرة واحدة، والتليفون الأرضي رن، وياسين ماسك السماعة لقى صوت ست بتقول: ما تفتحش الباب، هو عارف إنك بتصور. وبعد الجملة دي الباب خبط لوحده، ولما فتحوا لقى ورقة مكتوب فيها: انت بقيت جوه، محدش هيخرجك. من اليوم ده محدش شاف ياسين تاني، وكاميرته اتسلمت للشرطة، بس التسجيلات كلها اتقفلت فجأة. وآخر صوت في الفيديو هو ياسين بيقول: أنا سامع صوتهم جوه الحيطة، هم لسه هنا.